السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين معنا في قناة الدكتور مع الدكتور خليفة مختار خليفة أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. النهاردة إن شاء الله حبيت أكلمكم عن موضوع مهم جدا، موضوع منتشر الفترة الأخيرة ويمكن كمان كان منتشر قبل كده بصورة أكبر، اللي هو إيه؟ في ناس بتستعمل مضرات البول زي اللازكس، زي اللازيلاكتون، زي الإكزامايد، زي التورساريتك، بيستعملوها كمواد أو كأدوية في التخسيس بالنسبة لمرضى كتير. طبعا عاوز أفهمكم حاجة مهمة، إن استعمال الأدوية دي في التخسيس يعتبر جريمة كبيرة جدا جدا في حق أي مريض، ويجب نعمل عقوبة على الدكتور اللي يكتب الأدوية دي في التخسيس. ليه طبعا؟ أقول لك حاجات كتير جدا أنا حاولت ألخصها في حاجة نقط بسيطة جدا عشان نفهمها بصورة واضحة. أول حاجة إحنا لازم نفهم إن الأدوية دي كلها بتستخدم في نطاق معين في مرضى معينين جدا عشان حاجة معينة، إنها مش نستعملها على الفاضي والمليان في أي حاجة. فأول نقطة هنتكلم فيها إن الأدوية ديت بتستخدم كعلاج أساسي كمضرات بول في مرضى كتير. هم المرضى دولت المرضى اللي هم عندهم تليف كبدي غير متكافئ وعندهم استسقاء في البطن، والمرضى اللي عندهم ضعف في عضلة القلب فيبدأ رجليهم تورم وجسمهم يورم، وكذا مريض بس دوت أكتر استعمالين بالنسبة لهم. تمام؟ يبقى استعمال أساسي هنا بيستعملوا كمضر للبول علشان كمية السوائل بتبقى مختزنة جوه الجسم، إنما نستعملها على الفاضي والمليان ده طبعا حاجة مش كويسة وحاجة غلط. طب احنا عاوزين نعرف ايه الأضرار اللي ممكن تحصل لأي مريض أو لأي واحد عاوز يستعملها في التخسيس. أول نقطة نعرفها دلوقتي إن احنا دلوقتي لو استعملناها في التخسيس بدون وعي هتعمل لنا ايه؟ طبعا هتبدأ تنزل سوائل كتير ومية كتير من الجسم ومن الخلايا اللي موجودة، وبالتالي هيبدأ الجسم أو الخلايا تدخل في نسبة جفاف، وبالتالي هتبدأ تأثر على كفاءة الجسم، يبدأ يحس المريض بالخمول والضعف. تاني حاجة احنا لما نستعملها على الفاضي والمليان، طبعا المواد ديت وهي بتعمل إضرار للبول بتبدأ معادن من الجسم تبدأ تنزل في البول زي الصوديوم، زي البوتاسيوم، زي المغنيسيوم، زي الكالسيوم، زي الفوسفور، وبالتالي المعادن دي هتأثر على كفاءة العضلات وعلى كفاءة الجسم وعلى كفاءة الحركة بتاعة الخلايا والانقباض والانبساط، فيبدأ يحصل للمريض زي تشنجات عضلية وتشنجات عصبية كل شوية، ويبدأ المريض يحس بخمول وكسل وضعف جامد في العضلات. تمام؟ دي نقطة برضو المفروض المريض يخلي باله منها، اللي هو بيستخدم المضرات البول وسيلة للتخسيس. طيب، ثالث نقطة لازم ناخد بالنا منها إن زي ما قلنا إن المريض اللي بيستخدم مضرات بول، في مضرات بول بتعمل فقدان للبوتاسيوم. طبعا لما كمية البوتاسيوم بتنزل جامد في البول بتبدأ تقل جوه الجسم، والبوتاسيوم ده له دور معين في كفاءة عضلة القلب وتقوية عضلة القلب والانقباض بتاع عضلة القلب، وبالتالي لما يبدأ البوتاسيوم يقل هيبدأ يأثر على كفاءة عضلة القلب، وممكن لا قدر الله يبدأ يصيب هذا المريض بضعف في عضلة القلب، وده كله علشان حاجة ملهاش أي 30 لازمة، أو استعمال خاطئ لوسيلة من الوسائل، أو استعمال خاطئ لعلاج معين في حاجة تانية مش في التخصص بتاعه. دي كانت ثالث نقطة. طيب برضو ممكن مضرات البول تعمل لنا ايه؟ شوف النقطة الرابعة. برضو مضرات البول لو احنا استعملناها على الفاضي والمليان تبدأ تأثر على أيونات الجسم، وبالتالي بتبدأ تغير في طبيعة الدم وطبيعة الخلايا جوه الجسم، وبالتالي تبدأ تعمل وهن وضعف عام في العضلات. برضو احنا بنستعمل مضرات البول ده على الفاضي والمليان هتبدأ تعمل ما استعملها هتبدأ تأثر على كفاءة الكلى، وتبدأ تأثر على كمية السوائل اللي بتخرج عن طريق الكلى، وبالتالي ممكن لا قدر الله المريض يدخل في فشل كلوي وارتفاع حاد في وظائف الكلى. ليه؟ بسبب الضغط اللي موجود على الكلى نفسها. انت عمال تستعمل مضرات بول على الفاضي والمليان، وده بيعمل ضغط على الكلى عشان تبدأ تستجيب لمضرات البول، وبالتالي بتشتغل زيادة عن اللزوم، وبالتالي يدخل المريض لا قدر الله في مشاكل في وظائف الكلى، وممكن لا قدر يدخله في فشل كلوي برضه عشان حاجة ملاش أي 30 لازمة. يبقى احنا دلوقتي بنقول إن الخلاصة إن استعمال مضرات البول في التخسيس يعتبر جريمة في حق المريض، ويتوجب على هذا الطبيب اللي هو كتبها إن هو يتعاقب. ليه؟ لأن مضرات البول لها استعمالات معينة في مرض معين،
او امراض معينه، وما ينفعش نستعملها في اي حاجه لان لها اضرار زي ما ليها فوائد، ولازم تستخدم بجرعات معينه مش على الفاضي والمليان. وزي ما احنا اتكلمنا قبل كده على الكورتيزونات الدكسازون والكلام ده كله في موضوع النحافه، وازاي ان ليه اضرار، وازاي ان ممكن يدخل المريض في حاجات تانية كتير، برضه بنتكلم دلوقتي ان مضرات البول اللي الناس بتستعملها كتير كوسيله عشان يتخلصوا من السمنه، ده كله بيأثر على وظائف الجسم عامة، وبيبدأ يأثر على القلب، ويأثر على الكلى، وبيأثر على العضلات، وبيأثر على الجسم، ويعمل خمول، وبالتالي استعمالها يعتبر جريمة في حق المريض. ودي كانت معلومة بسيطة عشان الناس اللي بتستسهل أي حاجة وبتستعمل أي حاجة. وإن شاء الله أشوفكم في حالات جاية كتير مع الدكتور خليفة مختار خليفة، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.